مرحبا، كيفكم جميعا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. شكرا مرارا تكرارا على الدعم، صراحة ما قصرتوا، شكرا كتير. قبل ما نشوف شو القضية اللي معنا لليوم، لا تنسوا تحطوا لايك تعليق واشتراك. وهلأ خلينا نشوف شو القضية لليوم. مكان الجريمة هي قرية اسمها سوانلي موجودة بإنجلترا. القرية هي هادية مليانة بالمناظر الريفية الطبيعية الخلابة، تبعد تقريبا 25 كيلومتر عن مركز العاصمة. بس بيوم 3 أكتوبر سنة 2012 اتدمر هدوء هي القرية تماما. يلي صار انه بنفس هذا اليوم الساعة 11:15 المساء وصل اتصال من هي القرية على الطوارئ. المتصل رجال طلب مساعدة لبنت صبية، لقاها مرمية على الطريق وهي غايبة عن الوعي، عم تنزف من راسها ومن رقبتها ومتسطحة على بطنها. وبحسب كلام هذا الرجال انه ما عندها نبض بس جسمها دافي. رجل الطوارئ طلب من هذا الرجال انه يقلب البنت او يغير وضعيتها علشان يقدر يعمل لها CPR على بال ما توصل لعنده سيارة الاسعاف. بس لبين ما وصلت سيارة الاسعاف لهديك المنطقة، البنت كانت مفارقة للحياة. الواضح انه هاي البنت انقتلت بطريقة وحشية، لابسة بيجامة وما في معاها اي اثباتات بتبين مين هاي البنت، يعني ما معاها لا هوية ولا جوال ولا اي شيء. الشرطة وصلت بوقت قصير على هاي المنطقة وطوقوا الشوارع بالكامل وبلشوا التحقيقات. بس شو الغريب بهاي القصة كلها؟ انه حوالي الساعة 2 الصبح يوم 4 أكتوبر، يعني بعد كم ساعة من هاي الجريمة، فات شاب على مركز الشرطة اعترف إنه هو قاتل ناتالي. مين هي ناتالي؟ ناتالي هي البنت هي المتوفاة اللي لقاها الرجال على الطريق. هي من مواليد 1989 وولدانة بنفس القرية. عائلتها مكونة من 4 أفراد، أمها وأبوها وأختها أكبر منها. عائلة معروفة عنها إنه عائلة متماسكة لطيفة ومحبوبة من الكل. حسب كلام الناس اللي بيعرفوها إنه هي بنت محبوبة حنونة على عائلتها وشخصيتها مرحة، ترسم الابتسامة على وش كل حدا بتشوفه. وهي بنت اجتماعية عندها شعبية كبيرة وعدد كبير من الرفقات. ناتالي كمان شاطرة بدراستها وكانت موظفة بنفس الوقت بمطعم ماكدونالدز. لما صار عمرها بأوائل العشرينات كان تركيزها على حياتها، إنها تكون مبسوطة تستمتع بكل لحظة وتقضي وقتها بين الحفلات والتسوق مع أختها ورفقاتها. هلأ اللي صار إنه قبل 4 سنين من هي الحادثة، يعني بسنة 2008، اتعرفت ناتالي على آدم بالبار المحلي. وبعد وقت قليل كتير آدم ورفقاته صاروا أصدقاء كتير مع ناتالي، وضلهن رفقات لسنة 2012. ضلهن عم بيطلعوا مع بعض ويرجعوا مع بعض. ناتالي بهي الفترة مثل ما قلت لكم كانت عم تدرس وبنفس الوقت كانت عم تشتغل، يعني بس ترجع على البيت فوراً بترتاح شوي، بعدين بتطلع مع رفقاتها علشان تتسلى. آدم هذا الشاب بيشتغل ضمن مخبز موجود بسوبر ماركت، وبنفس الوقت عم يتدرب لحتى يصير مهندس اتصالات. آدم عاش علاقات كتير، هاي العلاقات كانت عابرة بحياته. بس بسنة 2012 غير حالته على الفيسبوك وكتب إنه هو سنجل. تالي بنفس هذا التوقيت كانت طالعة من علاقتها الأولى بالحب، وهي العلاقة كانت جدية استمرت لفترة طويلة. بس انتهت هي العلاقة. بعد ما انتهت هي العلاقة حست بحسرة وكسرة قلب، وهذا الشيء خلاها تراسل آدم، لأنه هلأ شافته أنه هو سنجل، فقالت هو سنجل وأنا سنجل، هلأ خلينا نطلع مع بعض علشان نتسلى. بهي الفترة كل ما يطلعوا مع بعض يحكوا عن علاقتهم السابقة، وهيك تطور معهم الموضوع لبلشوا يحبوا بعض. بهاي الفترة إما لناتالي لاحظت إنه آدم كتير عم بيشوفها لناتالي، وناتالي كتير عم بتشوفه لآدم، فسألتها قالت لها يا ماما إنه أنت بتحبيه لآدم؟
فناتالي قالت لها لا يا ماما أنا ما بحبه، بس هو صديقي المقرب. بس الأم ما اقتنعت بهذا الكلام لأنه كانت شايفة العلاقة جدية وفي حب بيناتهم. بأول شهر يونيو من سنة 2012 ناتالي وآدم عملوا علاقة مع بعض، وآدم مبين عليه إنه هو شخص لطيف محترم، بس كان مخبي صورته الحقيقية عن كل الناس، لأنه آدم كان بيشوف ناتالي عبارة عن وسيلة لإشباع رغباته الجنسية، وكمان لأنه هلأ هو سنجل ما عنده حدا. مين اللي بيعرف بهذا الموضوع أو بشخصيته الحقيقية؟ هن رفقاته الثلاثة، توماس ومات وستيف، لأنه سبحان الله هدول الثلاثة ما بيختلفوا عن آدم بشي، يعني نفس المواصفات. هالمجموعة اللي هن عبارة عن 4 شباب كانوا يعتبروا ناتالي شيء أقل من البشرية، يعني كانوا يلقبوها بألقاب مهينة يضحكوا عليها وعلى شكلها. حتى آدم بعد ما يعمل معاها علاقة بيجي بيقول لرفقاته شو ساووا ومن هذا الكلام. المهم بعد 3 أيام من إقامة العلاقة بين ناتالي وبين آدم، ناتالي بعتت رسالة لآدم وقالت إنه هي حامل. آدم مجرد ما فكر بهذا الموضوع إنه هو ممكن يصير أب، حس بمأساة رهيبة، لأنه طبعاً هيك رجال أو هيك ولد مستحيل يكون مستعد لحتى يكون أب أو يكون بعلاقة جدية. فهذا الموضوع زاد كراهية ناتالي بعيونه أكتر وأكتر، وصار معصب منها أكتر من أول بكتير، لأنه طبعاً هذا الموضوع بنظره وبنظر أي واحد بحالته لآدم أكيد هذا الشيء حيوقف عائق على مستقبله وحياته يلي رح يكملها. آدم شاف إنه الطريقة الوحيدة لحتى يحمي مستقبله هي إنه يتخلص من ناتالي. كان مأمن إنه وجود ناتالي بحياته رح يخلي حياته تعيسة كتير وفاشلة. هلأ آدم ما فكر بأي خيار عقلاني مثل إنه يتناقش هو وياها بهذا الموضوع يلاقوا حل، لا، آدم قرر إنه يخلي الحل الوحيد هو القتل. يعني ما في داعي يعذب حاله يفكر إنه خلينا نتفق، خلينا نعمل هيك، خلينا نساوي هيك، لا، خليني اقتلها وارتاح وريح راسي من التفكير. ناتالي ما خبرت غير أشخاص قلال كتير من رفقاتها عن احتمالية حملة، وخلت الموضوع سر عن أهلها كلهن. هلأ آدم بهذا الوقت بدل ما يقعد يفكر بينه وبين حاله، لا، كان عم بفكر على السوشيال ميديا، يعبر عن مشاعره والأفكار اللي بتيجي عليه من خلال السوشيال ميديا. يعني مثلا بيوم 23 يوليو التقى هو وناتالي، بس بعد هذا اللقاء آدم نشر تغريدة على تويتر وكتب فيها إنه عادي إنك تقتل حدا بهاي الأيام، صحيح؟ كأنه عم يسأل الناس. بعدين شو كتب؟ كتب بتوقع إني بعملها. بعد أسبوع واحد نشر تغريدة جديدة كتب فيها كيف بتعملها، يعني قصده كيف بتعمل هاي الجريمة، وبعدين حط هاشتاج وقال عقول القتلة. آدم خبر رفقاته طبعا بخصوص الحمل، ورفقاته بلشوا يتمسخروا على هذا الموضوع وبلشوا يقترحوا عليه كيف يقتلها لناتالي. بيوم 6 سبتمبر سنة 2012 واحد من رفقاته لآدم بعت له رسالة عم بشجعه فيها بقتل ناتالي، وتحولت هاي القصة من مزحة لخطة حقيقية من آدم علشان يتخلص منها، يعني بتشجيع من رفقاته يلي كانوا أخذين هاي القصة مثل التحدي أو لعبة مو أكتر. بيوم 19 سبتمبر آدم بعت رسالة على جروب رفقاته كان عم بيقولهم إنه هو خلص مستعد علشان يتخلص من ناتالي بكرة. رفقاته بدل ما يهدوه بالعكس شجعوه حمسوه على هاي الجريمة. ناتالي طبعا ما عندها أي فكرة عن النوايا سيئة بخصوص هدول الشباب تجاهها، كانت بالعكس سعيدة كتير بعلاقتها مع آدم. بيوم 28 سبتمبر حضرت ناتالي هي وعائلتها كلهم حفلة عيد ميلاد رفيقة أمها. خلال هي الحفلة انتبهت أم ناتالي إنه ناتالي ما كانت طبيعية، لأنه كانت عم تتخانق مع حدا على التليفون، ففكرت إنهم عم بيتخانقوا بسبب موضوع معين، يعني أكيد هذا الخلاف بيصير بين أي اثنين. طبعا بهذا الوقت آدم ورفقاته كانوا عم بيحكوا بس عن ناتالي وكيف بدك تتخلص يا آدم من ناتالي. يوم 30 سبتمبر وصلت رسالة لآدم من رفيقه عم بيسأله إذا قتل حدا اليوم، يعني كأنه عم يتمسخر معه. فآدم جاوبه قال له لا،
بس أنا قتلت بخيالي. ب1 أكتوبر طلع آدم من بيته علشان يشوفها لناتالي، وخلص هو كان ناوي إنه يتخلص منها بهذا اليوم، بس شو منعه إنه يعمل هي الجريمة؟ وجود رفيقتها معاها. انصدم آدم لما راح لعند على البيت، طلعت ناتالي هي ورفيقتها ركبوا معاه بالسيارة، فهون غير الخطة لأنه راحوا كلهم علشان يتمشوا مع بعض ياكلوا وكانوا عم بيحكوا. وبعدين آخر شي رفيقة ناتالي تركتها لناتالي وضلت ناتالي هي وآدم، بس آدم حس إنه خلاص هذا اليوم ما خرج يكون يوم الجريمة. هلأ غريب إنه آدم غير رأيه فجأة وما عاد بده يقتلها لناتالي بهذا اليوم. ليش؟ لأنه ناتالي نشرت على الفيسبوك، كتبت إنه هي مخطوفة وبحاجة مساعدة. فأختها أول ما شافت هذا البوست على الفيسبوك فوراً اتصلت فيها علشان تطمن، بس ناتالي ردت عليها وكانت كتير طبيعية وعم تضحك، وقالت لها إنه أنا بس كنت عم حاول أمزح مع كل الناس اللي موجودين عندي على الفيسبوك. فبعد هذا الاتصال اللي صار بين ناتالي وأختها، آدم خاف كتير وتراجع إنه يعمل الخطة اليوم. فكونه تراجع وصلها على البيت، وبعدين راح لعند رفقاته خبرهم باللي صار معاه، وبلش يخطط من أول وجديد كيف بده يقتلها ويطلع من هي الجريمة مثل الشعرة من العجين. صار 3 أكتوبر من نفس السنة اللي هو يوم الجريمة. ناتالي خلصت دوامها على بكير بالشغل، اتصلت بأبوها علشان يوصلها على البيت، وبالفعل أبوها اجى لعندها أخدها ووداها على البيت. لما وصلت ناتالي على البيت غيرت ثيابها، لبست البيجامة وبلشت تتواصل مع رفقاتها كالعادة، وطلبت من رفيقتها إنها تيجي لعندها اليوم عشان تنام هي وياها عندها بالبيت. بعد شوي اجت رفيقتها لناتالي وقعدوا الاثنين مع بعض عم بيسهروا. فجأة اجاها اتصال من آدم وطلب منها انهم يلتقوا اليوم علشان يحكوا بموضوع. وبنفس الوقت ضحك عليها وقال له أنا مشتاق لك كتير، لازم شوفك هلأ. فناتالي قالت له خلص أنا جاي لعندك. خبرت أمها إنه هي رايحة عشان تشوف آدم، وهي كانت آخر مرة بتحكي فيها ناتالي مع أمها. طلعت ناتالي من البيت لابسة بيجامتها عشان تقابل آدم يلي إجا بسيارته علشان يروحوا مع بعض. هلأ آدم ما كان لحاله بسيارته، لا، مين كان معه؟ كان معه رفيقه توماس موجود بصندوق السيارة. آدم قبل ما يروح لعند ناتالي كان مع رفقاته، وتوماس ومات كانوا عم بشجعوه لحتى يتخلص من ناتالي بسرعة واليوم. فآدم اقترح على توماس إنه أنت شو رأيك تيجي معي علشان تساعدني بهي الجريمة؟ فتوماس وافق بكل رحابة صدر. المهم آدم وصل بسيارته لعند ناتالي الساعة 10:30، أخذها ومشيوا بالسيارة. وهن ماشيين بالسيارة ناتالي انتبهت إنه إضاءة صندوق السيارة شغالة، فطلبت من آدم إنهم يوقفوا لحتى يتأكدوا إذا صندوق السيارة مسكر أو لا. فلما نزلت ناتالي من السيارة وراحت على صندوق السيارة، فهون آدم سحب أداة حادة كانت موجودة بباب السيارة من جهته. هاي الأداة اللي معه بيستخدمها بتدريبه كمهندس، وخلال ثواني بس كان عم بيهاجمها لناتالي وضربها فوراً على رأسها. بعد ما ضربها لناتالي طبعاً ناتالي بلشت تصرخ، فهون طلع السكين اللي معاه وبلش يطعنها لناتالي برقبتها تقريباً 20 مرة. ناتالي كان في جروح بإيديها، مبين إنها كانت عم تحاول تبعده عنها عشان تدافع عن حالها، وبهذا الوقت حاولت إنه هي تهرب من آدم، بلشت تركض مسافات طويلة، وهذا الشيء كان واضح من الدم المتوزع طول هذا الطريق. يعني الدم كان من مسرح الجريمة لمكان وجود الجثة. الشرطة لما شافوا مسرح الجريمة كانوا عم بينتبهوا إنهم كل ما قربوا من مكان الجثة طبعاً بقع الدم كانت عم تتباطأ، يعني عم تقل. هذا دليل إنها عم تنهار وبطل فيها طاقة إنها تكمل مشي. آدم لسه كان عم بيلحقها عشان بده يتخلص منها بأي شكل، كان وراها عم بيهاجمها طول الطريق، ونتيجة لهذا الشيء إنه عم يركض وراها بسرعة رهيبة طبعاً، ووقع وانصاب بجروح بإيده. بالنهاية ناتالي خلصت قوتها ووقعت على طرف الطريق، وصارت تترجى لآدم طيب يا أخي خليني أحكي مع ماما لآخر مرة قبل ما أموت. بس آدم رفض هذا الشيء، وأخذ منها جوالها ورماه
لمسافة بعيدة. الجوال ما بين بأول مرة، بين لما بحثوا بالمكان للمرة الثانية. آدم بعد ما شاف لناتالي منهارة وموجودة على الأرض قال خلص هلأ هاي حتموت بعد كم دقيقة. رجع لعند سيارته وهناك رفيقه اللي هو توماس كان مشغل السيارة ورايح باتجاه آدم عشان ياخده بالسيارة، وفعلا طلعوا الاثنين بالسيارة واتجهوا لمكان بعيد. هربوا من هذا المكان تقريبا الساعة 11 إلا ربع. هلأ اتصال الطوارئ كان الساعة 11 وربع المساء، يعني ضلت ناتالي عم تنزف لحالها على الطريق بالجو البارد لمدة 40 دقيقة. آدم وتوماس راحوا لحتى يقضوا الليل مع رفقاتهم الباقيين طبعا علشان يحتفلوا بهي الجريمة. ضلوا طول الليل مع بعض عم يضحكوا ويمزحوا على هي الجريمة يلي صارت بكل دم بارد. بس بعد كم ساعة بلشوا يعرفوا إنه اللي صار عبارة عن شيء حقيقي، يعني هلأ هنن بمأزق. يعني مثل ما منقول بعد ما راحت السكرة اجت الفكرة. المهم الجريمة يلي صارت خلتهم يفكروا أكتر بالموضوع، وأقنعوا آدم إنه يا آدم أنت لازم هلأ تروح على قسم الشرطة علشان تسلم حالك. آدم بالأول كان رافض، وأنا شلون بدي أروح سلم حالي، أنا بدي أهرب من هاي الجريمة. بس أقنعوه، وفعلا آدم الساعة 2 الصبح بعد كم ساعة من موت ناتالي راح على قسم الشرطة وسلم حاله. تخيلوا لما راح على القسم كان كله دم، حتى إيديه كان لسه في عليهم آثار دمها. طبعا بليلة الجريمة إمها وأهلها ما حدا بيعرف عن ناتالي أي شيء. الساعة 6:30 الصبح ما حدا عنده أي فكرة إنه ناتالي لساتها برات البيت. فلما فاقت الأم لاحظت إنه باب غرفة ناتالي مفتوح وهي مالها موجودة جوا، بس رفيقتها يلي كانت حتنام عندها واللي فعلا هي نامت عندها هي الوحيدة يلي نايمة على تختها وبنتها مو موجودة. ففيقت رفيقتها قالت لها وين ناتالي؟ رفيقتها قالت إنه أنا ما بعرف، أنا كل اللي بتذكره إنه هي بالليل إجاها اتصال، وهذا الاتصال يمكن من آدم، فهي طلعت وأنا ما انتبهت إذا هي رجعت أو لا. ام ناتالي راحت عند أختها لناتالي عشان تسألها. أختها كمان ما بتعرف عن ناتالي أي شيء، بالعكس قالت لأمها إنه أنا ورفيقة ناتالي قعدنا مع بعض نسهر طول الليل واتصلنا فيها مرتين عشان ترجع على البيت، قالت رح ترجع مو مطولة، وهذا كل اللي صار. عائلة ناتالي اتصلوا فوراً على الطوارئ علشان يخبروا عن اختفاء بنتهم، بس بهذا الوقت الشرطة كانوا بيعرفوا هوية ناتالي. الشرطي اللي كان على التليفون عرف بهذا الموضوع وعرف إنه ناتالي لقوها موجودة بالشارع مقتولة، بس طبعاً ما خبر أهلها من التليفون، قالهن إنه الشرطة هلأ جايين لعندكم. فشو فكروا أهلها لناتالي؟ إنه الشرطة جايين لعندهم هلأ علشان ياخدوا معلومات عنها. ما كانوا بيعرفوا إنه الشرطة جايين لعندهم عشان يبلغوهن بوفاة بنتهم. الشرطة خبروا عائلتها بهذا الموضوع، طبعا ما قدروا يتحملوا هاي الصدمة، وبنفس الوقت ألقوا القبض على آدم ووجهوا له تهمة القتل. آدم كان عم بيقول للشرطة إنه أنتوا ليش ماسكني هلأ؟ أنا كنت عم دافع عن حالي لهيك سويت هاي الجريمة، ناتالي هي اللي بلشت وهاجمتني. بلشت المحاكمة تقريبا بسنة 2013 وتحديدا بأبريل. رفقات آدم اللي هن ستيف ومات تم استدعائهم على المحكمة كشهود. ستيف ادعى إنه هو ما له علاقة بهي الجريمة أبداً، وإنه أساساً بيوم الجريمة كان عم بيهتم ببنته بالبيت، وقال إنه ما تواصل مع أي حدا بهذا اليوم. بس الرسائل اللي كانت بيناتهم بتثبت إنه ستيف كان بيعرف بكل هي الجريمة وبيعرف بالتوقيت كمان، يعني بيعرف إنه ناتالي اليوم رح تنقتل، وطلع لحتى يقابل باقي الشلة لحتى يحتفل معاهن. أما توماس أنكر إنه له علاقة بهي الجريمة، وقال إنه هو لما طلع بصندوق السيارة شاف آدم وناتالي حاطين إيديهم على كتاف بعض وكأنهم عم بيتخانقوا، ومن بعدها حركوا السيارة ومشيوا لمسافة بعيدة. فبعد شوي سمع أصواتهم عم بيتخانقوا، بس ما كان شايف شيء لأنه طبعا هلأ هو موجود بصندوق السيارة. سألوه طيب أنت شو عم تعمل بصندوق السيارة؟ ادعى انه هو كان متخبي علشان يسمع ناتالي اذا عم تتمسخر على وفاة ابوي اللي مات بالسرطان ولا لا، لانه ادم قال له انه ناتالي عم تتمسخر عليك لانه ابوك مات بمرض السرطان. هلا الاشخاص اللي بيعرفوها لناتالي قالوا انه هذا الموضوع
كذبة كبيرة وابتلاء على ناتالي، لأنه هي بحياتها ما بتتمسخر على حدا، وخصوصا الأشخاص المريضين بالسرطان، لأنه جدها أصيب بالسرطان ومات على أثره. هلأ الرسائل كانت دليل قاطع أنه توماس عارف بهي الجريمة كمان، وعارف أنه اليوم حتصير بالوقت الفلاني. حتى أنه هو باعت رسالة لواحد من رفقاته قال له أنه هو موجود هلأ بصندوق السيارة عم بيخبروا فيها إنه آدم عم بينفذ الخطة. أما حسب رواية آدم قال إنه ناتالي كانت عم تبتزه وتهدده بقصة الحمل، وناتالي هي اللي طلبت منه إنه بدها تشوفه هلأ. وادعى كمان إنه كان خايف كتير إنه ما بده يشوفها، لأنه كان حاسس إنه ممكن تأذيه، لهيك طلب من توماس إنه يرافقه ويكون موجود بصندوق السيارة علشان يدعمه، وإنه نيته بهديك الليلة إنه يقطع علاقته فيها نهائياً. وادعى كمان إنه ناتالي هي يلي سحبت أداة الجريمة من باب السائق الخاص بالسيارة. فهو لما وقف السيارة، لأنه هي قالت له إنه وقف بدي أشوف إذا في حدا موجود بصندوق السيارة، وإذا لقيت في حدا موجود فيها أنا رح أقتلك فوراً. فبعد ما نزلوا من السيارة هي هاجمته بهي الآلة، وهو كان عم بيحاول يسحبها منها علشان ينقذ حاله، وبعدين اضطر انه يستخدم هاي الأداة علشان يبعدها عنه. بس إذا كان هدف آدم انه فعليا هو يدافع عن حاله ويبعدها عنه، ليش لحتى يطعنها بهذا الشكل؟ وكمان ليش لحتى هو يلي يلحقها طول هاي المسافة من مكان الجريمة لمكان وجود الجثة؟ طبعا كمية من الأدلة الهائلة الموجودة كانت كافية لحتى تكذب رواية آدم. المدهش بالموضوع كله إنه التحقيقات كشفوا إنه ناتالي ما كانت حامل أساساً، وما في أي مؤشرات كمان بتدل إنه هي نزلت الجنين من فترة قريبة. هلأ الشرطة ما قدروا يوصلوا للرسالة اللي هي بعتت له إياها وكانت قايلت له إنه هي حامل، فاحتمال كبير تكون هي عم تكذب علشان يضل آدم معاها، أو آدم حب يمزح مع رفقاته وقالهن إنه هي حامل علشان يتخلص منها. المحكمة قررت اتهام آدم بقتل ناتالي مع سبق الإصرار، وحكموا عليه بالسجن لمدة 26 سنة مع إمكانية الإفراج المشروط. أما بالنسبة لتوماس قدر إنه هو يطلع براءة من كل التهم اللي كانت موجهة له، يعني الشباب اللي 3 مع توماس طبعاً كلهم طلعوا براءة ما عدا آدم. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، هل انتم شايفين انه رفقاته لآدم بيستحقوا انهم يطلعوا براءة او لا؟ دمتم سالمين، وهلأ بترككن مع أجمل 10 تعليقات.